اهلا بيكم. معاكم ميجو. شركة ريلمي اعلنت عن موبايل جديد وهو ريلمي جي تي 6. اولا الموبايل ده من فئة فلاج شيب كلير. يعني ايه فلاج شيب اصلا؟ ده اسم بتطلقه الشركات على المنتج الاعلى والاقوى ليها، وطبعا الجهاز ده امكانياته تسمح له انه ياخد اللقب ده. اولا كده الموبايل بيدعم الذكاء الاصطناعي بطريقة رهيبة، الموبايل كله قايم على الذكاء الاصطناعي. شاشة الموبايل ده رهيبة قوي، الشاشة مبدئيا بتدعم 120 هرتز وبيوصل برايتنس بتاعها ل 6000 نيتس. مستوعب انت مستوعب يعني ايه 6000 نيتس؟ يعني انت قادر تستخدم الموبايل تحت اشعة الشمس بدون اي مشاكل. مفيش بقى عندك فكرة انا مش شايف تحت الشمس، الاضاءة ضعيفة، مفيش الكلام ده. 6000 نيتس. ده الايفون 15 برو ماكس 2000 نيتس، والسامسونج الاس 24 الترا 2600 نيتس. فمستوعب فرق الاضاءة بتاعت الموبايل، فهو متفوق بصراحة في الحتة دي بجدارة. الموبايل ده بيجي بمعالج سناب دراجون 8 اس جيل تالت، وبيجي برامات 16 جيجا وبمساحة 512 جيجا. ده غير انك تقدر تضيف للرامات 12 جيجا عن طريق السوفت وير، فهيبقى اصبح الموبايل معاك 28 جيجا رام. بطارية الموبايل ده بتكون 5500 ملي امبير، وشاحن طلقة 120 واط، وكاميرا خلفية أساسية 50 ميجا بكسل بمستشعر من سوني. تعالى بقى يا صديقي نخش في التفاصيل. الموبايل بيدعم شريحتين من النانو، الشبكة فيه بتدعم 2G و3G و4G و5G. خامات ظهر الموبايل للأسف من البلاستيك. وزن الموبايل بيكون 199 جرام، مقاوم للمية والغبار بشهادة IP65. شاشة الموبايل بتكون كيرف من الجناب كده شوية، وبتكون من نوع الأومليد بمساحة 6.78 إنش بدقة 2780 في 1264 بكسل، وكل إنش بيكون فيه 450 بكسل. وطبعا الشاشة زي ما قلنا بتدعم 120 هرتز مع دعم خاصية الدولبي فيجن والاتش دي ار 10 بلس. نروح لكاميرات الموبايل ده، والكاميرا الأمامية بتكون 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.5 مع دعم تصوير سيلفي 4K 30 فريم في الثانية. أما نروح ورا بقى فبيكون فيه 3 كاميرات. الكاميرا الأساسية بتكون 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.7 وبتكون بمستشعر من سوني زي ما قلتلكوا وبمثبت بصري. اما الكاميرا التانية في الموبايل بتكون 50 ميجا بكسل برضو، وبتكون فتحة العدسة بتاعتها 2، والكاميرا دي بتكون للتلي فوتو وبتصور بورتريه 2 اكس. اما الكاميرا التالتة بتيجي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2، ودي العدسة الواسعة. الموبايل في تصوير الفيديوهات بيصور 4K وهو بيدعم 30 و60 فريم في الثانية مع خاصية الدولبي فيجن، وبيدعم تصوير الفول اتش دي اللي هو 1080 مع 30 و60 و120 فريم في الثانية، وبيدعم تصوير الاتش دي اللي هي 720 بمعدل 30 و60 و240 اطار في الثانية. طبعا المايك بتاع الموبايل بيكون عازل للضوضاء، والبلوتوث بيجي فيه باصدار 5 و4، والسماعات الخارجية بتكون ستيريو. وسائل الامان في الموبايل ده بيكون عن طريق حاجتين، هي بصمة الايد وبتكون البصمة مدفونة في الشاشة بتاعت الموبايل، وكمان عندك انك تقدر تفتح الموبايل بالفيس اي دي. اما بقى منفذ الشحن بتاعه بيكون من نوع التايب سي، وبيجي الموبايل بنظام اندرويد 14 مع واجهة ريلمي يو اي 5. الموبايل بيجي بلونين الفضي والاخضر. تعالوا بقى نروح لعيوب الموبايل ده. والله عيوب هبله، بس مفيش موبايل كامل الحقيقه يا جماعه. الموبايل ما فيهوش سوكت للسماعه اللي هو اصلا حاجه بقت موجوده في كل الموبايلات، ما بقاش فيه سماعه بسبب وجود السماعه الوايرلس. ونيجي للعيب اللي انا شايفه عيب شويه، ان خامات الموبايل كلها من البلاستيك. خامات الموبايل لما بتكون من البلاستيك ما بتديش احساس للمستخدم ان انا ماسك حاجه قيمه في ايدي. وطبعا كان من الافضل لو كان مقاومه الميه بتاعه التليفون ده اعلى من IP68، هو طبعا IP65. تعال نروح بقى لمميزات ريلمي جي تي 6. بطارية كبيرة طبعا 5500 ملي مع شاحن صاروخي زي ما قلت لكم 120 واط. اقوى اداء بالنسبه للسعر بسبب المعالج اللي محطوط جوه الموبايل. كمان حاطين جوه الموبايل غرفه تبريد كده كبيره عشان تقدر تحافظ لك على درجه حراره الموبايل. طبعا من ضمن مميزاته اكيد الشاشه الاومليد الرهيبه من ناحيه الالوان والدقه، واللي بتوصل ل 6000 نتس. وطبعا من ضمن مميزاته الرامات ال 16 جيجا اللي بتقدر تضيف لها 12 جيجا رام زياده بالسوفت وير. يعني اجمالي زي ما قلت لكم كله معاكم 28 جيجا رام. السماعات السبيكر او السماعات الخارجيه بتاعت التليفون بتكون ستيريو عشان تديك اداء افضل في جوده الصوت. بتحصل طبعا على اداء تحفه بالنسبه للصور بسبب المستشعر اللي محطوط في الكاميرات من سوني. طبعا اكيد من اهم مميزاته ان هو بيدعم الاي اي، اللي موجود فيه ميزه الاي اي اريسور اللي بتقدر تخليك تمسح الاشخاص من الباك جراوند بتاعت الصوره بتاعتك
بدقة عالية جدا. لو جبت الموبايل بيكون في علبته الموبايل أكيد مع السكرين بتاعته، مع كفر للموبايل، مع راس الشاحن 120 واط والكابل التايب سي، فده كله بيبقى موجود في علبة الموبايل. سعر بقى ريلمي جي تي 6 هو اتسعر للنسخة اللي مساحتها 512 جيجا و16 جيجا رام $750، وفي مصر متوقع ان نفس النسخة دي بنفس الامكانيات هيكون سعرها حوالي 37,000 جنيه. هو الموبايل لسه منزلش مصر بس هيتوفر في خلال الايام الجايه يعني. دي كل حاجه كنت عايز تعرفها عن ريلمي جي تي 6، الموبايل اللي قالب الدنيا من ريلمي. موبايل بامكانيات جباره الصراحه، بينافس فئه اللي هي اعلى من المتوسط او اقل من العاليه شويه، عارف انت الحته اللي في النص دي. ما تنساش تدعمني باللايك والشير والسبسكرايب الجمال بتوعك يا صديقي. سلام.